بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وافضل حال. لو اول مرة بتشوفيني، انا ام جنى ودي قناتي ست بيت لهلوبة. اتمنى تاخديلك لفة كده في القناة، وان عجبتك ما تنسيش تشتركي في القناة من كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وانا ان شاء الله متأكدة انها تعجبك وتنضمي لعيلتنا الجميلة. وبرحب وبشكر بكل الناس اللي دخلت جديدة معايا وكل الموجودين معايا. بجد بحبكم جدا جدا، وجودكم معايا في القناة بيشرفني وعلى راسي من فوق. النهاردة كده فيديو جديد، وعايزة اقول لكم بقى ان احنا خلاص اول الشهر. فانا يعني عادة كده اول الشهر طبعا بقى بنجيب الخزين والتومين بتاع الشهر او بتاع الاسبوع يعني. فطبعا بنجيب الزيت، والناس اللي بتجيب التومين بتجيبه اول الشهر. فقلت بقى بما ان احنا اول الشهر وجبنا الزيت، فاعمل سمك يعني. عادة كده اول الشهر بروح عاملة سمك وبعمل مسقعة، لان الحاجتين دول بيهدروا زيت كتير جدا. فبعمل سمك. انا نزلت كده علشان اجيب السمك. جوزي قال لي انا عايزه اكل سمك، وانا قلت له حاضر كده كده انا لسه جايبه التومين. فهنجيب وهجيب لك سمك حاضر. فنزلت، هو بيحب السمك البوري او الماكريل والتونه، فطبعا لقيته غالي جدا. قلت خلاص انا هجيب بولتي وهقليه. مش هعمله في الفرن يعني. انا البولتي بحبه مقلي، لكن البوري بقى او التونه او الماكريل بحب اعملهم طاجن كده في الفرن. قلت بقى بما اني انا لسه جايبه الزيت وكده، فخلاص هجيب بولتي وهعمله مقلي. هعمله بطريقه حلوه جدا جدا، بيطلع مقرمش وحلو قوي. المهم ان انا لقيت البوري والتونه والماكريل دول غاليين قوي، ولقيت برضو التونه عامل 115. فانا قلت لا، يعني ليه اجيب كيلو سمك مجمد، لان التونه والماكريل بيبقوا مجمدين. فليه اجيب حاجه متلجه وادفع فيها ده كله؟ يعني 115 الكيلو. فقلت لا، غالي. البولت كده صابح وجميل. كان بادئ من 65 جنيه حجم صغير، والاكبر ب75، والاكبر ب85 اللي هو الصاحي وفي قلب المية ده وكده ب95 جنيه صاحي. فانا قلت لا، اما اجيب الطازة احسن. يعني على الاقل هتكون حاجة طازة كده وكويسة، وكمان هتبقى لحمتها مسكرة وحلوة، احسن ما اجيب حاجة مجمدة وب115. فقلت لا، خليني في البولتي. يصابح وحلو كمان مش كتير. ورحت جايبة بقى زي ما انتم شايفين كده، جبت 2 كيلو وجايباه عشان كان حجمه كبير. فقسمته نصين كده. قلت بدل ما اقعد انشفه بقى في الزيت واقليه كتير، واقعد اوطي النار واعليها ومش عارفه ايه كده عشان يستوي كويس، قلت لا، انا اقسمه نصين كده احسن. انا عاده بحب انضف السمك في البيت بنفسي، مش بحب انضفه بره. بس وانا بجيبه صاحب السمك كان في واحد واقف معاه كده، قال لي تنضفيه نضفهولك. فبصراحه قلت له مش مشكله نضفه، يعني قلت خلي الراجل يرزق وكده، وقلت له خلاص ماشي نضفه. وجيت عدت عليه تنظيف وغسلته كويس زي ما انتم شايفين. التنظيف بتاعه مش كتير يعني، خد 5 جنيه على 2 كيلو. المهم بقى ايه، قلت بقى بعد ما غسلته كده وصفيته حطيته بقى في الطبق كده، وقلت اما اعمل بقى التتبيله بتاعته. عندي هنا برطمان فيه هريسه شطه، وبرطمان تاني برضو عاملاها هريسه بس بالفلفل الاخضر، نفس الطريقه بالظبط، بس بدل الفلفل الاحمر فلفل اخضر. حطيت معلقه من ده ومعلقه من ده، وحطيت بقى كمون وكركم، وحطيت كزبره جافه مطحونه، وحطيت توم باودر وبصل باودر، وحطيت معلقتين خل، وحطيت بابريكا. لان انا حطيت من كل ده. انا دايما بعمل عندي بهارات السمك وبخليها في برطمان عندي، بس لقيتها خلصت. فحطيت بقى كده التوابل بتاعه السمك. قلت عقبال ما ان شاء الله ايه اعمل بهارات بتاعه السمك، عملتها معاكم قبل كده، هي وبهارات الفراخ وبهارات اللحمه. وحطيت كمان رشة فلفل اسمر، وحطيت كمان ليمونتين. السمك بيحب الليمون والكمون. وحطيت كمان كده قطعة من التوم المهروس كان في الفريزر عندي، حطيت منه حوالي معلقة. وحطيت الملح. هقلب بقى التتبيلة دي كلها كده. عايزة اقول لكم ريحتها جبارة، بجد ريحتها حلوة قوي قوي. لو عندك بقدونس مجففاه او حاجة حطي منه برضو شوية، هيبقى طعمه حلو قوي. قلبتهم كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ان انا اخد منها معلقة كبيرة كده على جنب، هقول لكم هنستخدمها في ايه. وهجيب بقى السمك بتاعي وهتبله كده كويس. انا هنا جيت اجرب اتبل بالفرشة، لقيت الفرشة بتاخد الصوص بس او المية بس، مش بتاخد التتبيلة كلها. فرجعت اتبل تاني بالمعلقة. طبعا انتوا تقدروا تتبلوا بايديكوا كل حاجة، بس انا بتبل بالمعلقة كده يعني عشان المنظر العام وكده يعني.
فبدأت بقى ان انا امسك كل سمكية كده وابدأ ان انا اتبلها من جوه ومن الناحيتين كده، واغلف كده وامشي عليها كده بالمعلقة لما اللحم بتاعها كده يبقى عليه التتبيلة يعني. وشوية اللي هيتبقوا هروح حطاهم كده على السمك من فوق، وبعد كده هقلبه كده في بعضه لما السمك كله كده ياخد من التتبيلة. وهجيب ليمونة كمان كده صغيرة وهروح عصرها بقى كده ايه على السمك اللي في الطبق كله. وبعد كده هغطيه وهركنه بقى على جنب. سيبيه في التتبيله يعني حوالي نص ساعه. انا هعمله معاكم على طول لان انا اصلا ما كانش ورايا حاجه. انا قعدت طلعت بقى للطيور بتاعتي، اكلتها وشربتها كده وقعدت عندهم شويه، وبعد كده رحت نازله جيت ابتدي في السمك. لقيت النور قطع، فشغلت الكشاف وقلت خلاص يعني ايه، هعمل على النور بتاع الكشاف لان خلاص يعني لازم اعمل الغدا. طبعا اولادي هيجوا من المدرسه وكده مش يعني هيستنوا بقى الاكل عشان اقول لهم النور كان قاطع وكده، لا. فشغلت كشاف الموبايل وبدات ان انا اعمل على اعمل على كشاف الموبايل. المهم هنا ايه، قلت اول باول كده اغسل الحاجة بتاعه اللي طلعت كده اول باول، واغسل الحوض واغسل المصفى اللي انا صفيت فيها السمك. بصوا اليوم اللي بعمل فيه السمك ده اول حاجة بتخرج مني كده من المواعين من اي حاجة من دي لازم أنا اغسلها اول باول. انا غسلتهم كده وبعد كده طلعت للطيور بتاعتي. بعد كده بقى لما نزلت يعني قعدت عند الطيور حبة كتير يعني مش صغيرين، حوالي ساعة ساعة ونص كده، عبال ما اكلتهم بقى وشربوا كده وكل حاجة وتمام. وقعدت شوية كده وبعد كده ايه رحت نازلة. انا عارفة بقى مواعيد اكل يعني كل واحدة فيكم عارفة ميعاد الغدا بتاعها امتى وفاضل قد ايه على الغدا وبتاخد قد ايه في عمايل الغدا وكده يعني. وطبعا السمك والرز الصيادية مش بياخد وقت. فالمهم بقى رحت غاسله الحاجه كده زي ما انتم شايفين كويس قوي. عايزه اقول لكم الفرشه اللي انا نضفت بيها السمك دي حلوه قوي قوي، لو لقيتيها اشتريها ما تستخسريهاش. هي مش غاليه، انا كنت جايباهم ب7.5 التلاتة، الكيس فيه 3، فمخصصه منهم واحده بس للسمك. وفي فرشه بغسل بيها الخلاط وبغسل بيها الحاجات اللي انا ايدي ما بتطولهاش كده بتنضفها حلوه قوي. المهم بقى غسلت كل الحاجه كده اللي خرجت من السمك كده، وبعد كده هغسل الحوض كويس قوي. وبعد كده بروح جايبه شويه دوني واروح حطهم في قلب الحوض واحط عليهم شويه ميه عشان برضو الحوض ما يبقاش مطلع ريحه زفاره، فاهمين؟ فدي خطوه مهمه قوي بحيث ان انتي في اي وقت تخشي المطبخ ما تشميش ريحه زفاره. والكلام ده كله برضو بعمله بعد ما بخلص سمك خالص. المهم كده كنت خلصت بقى ورحت طالعه بقى للطيور ونزلت عشان ابتدي في الاكل. لقيت النور قطع زي ما انتم شايفين كده اهو. فشغلت الكشاف بتاع الموبايل وقلت هعمل الاكل عليه. السمك بتاعي قعد معايا في التتبيله حوالي ساعه ساعه ونص كده، حلو قوي. ما بحبش احطه اكتر من كده ولا بحب اعمله من قبلها بيوم، علشان بحس ان بقى فيه زي حموضه كده تحسوا انه ميزز. فهو ساعه ساعتين حلوين قوي عليه. جبت بقى شويه الدقيق كده وحطيت بقى بهارته بملح وبنفس التتبيله اللي انا حطيتها على السمك. بحط كمون كزبره جافه مطحونه، بحط شويه رشه كاري، رشه فلفل اسمر، رشه كركم. بس الكركم بحطه كتير شويه زي ما انتم شايفين بيدي لون حلو قوي قوي للسمك. بحط توم باودر، بحط بصل باودر. بقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. وطبعا بحط رشة ملح خفيفة مش كتير عشان برضو تبقى مطعمة السمك، ما يبقاش دلع، ما يبقاش الكفر بتاعه دلع. بقلبهم بقى كويس كده. معلش بقى التليفون اللي بيرن ده رديت عليه ورجعت لكم تاني اهو. المهم بقى كده خلاص جبت بقى قلت هعمل بقى في الصينية علشان تبقى يعني كبيرة معايا شوية كده وتاخد كمية كبيرة من السمك اقليها مرة مع بعضها. فالسمك يعني قليته على مرتين اتنين بس، حطيت دور وحطيت دور تاني. بصوا بقى في خطوة كده مهمة. انا هناك اهو لو شايفينها حطيت الصينية وحطيت فيها الزيت وولعت عليها البوتاجاز عبال ما يسخن بقى كده ايه زي ما انتم شايفين. الخطوة دي كده انا باخد السمكية اعملها في الدقيق واحطها في المية، وبعد كده احطها في الدقيق تاني، وبعد كده احطها بقى في الطاسة. الحركة دي بتديكي سمك مقرمش وحلو قوي. انا هنا بدلت المية في الكوباية هنا عشان الطبق كان معايا صغير مش واخد السمكية كلها، يعني مش عارفة اغطس فيه السمكية كده كلها. زي ما انتم شايفين اهو كده تغطسي وتطلعي بسرعة. تكون المية معاكي مية ساقعة، يستحسن تكون من التلاجة هتديكي نتيجة افضل. بصوا بقى هنا تاني انا بعمل ايه.
اما حطيت الميه بقى في الكوبايه كبيره شويه، باخد السمكيه اقلبها كويس كده في الدقيق، وبحب احط على حرفها كده من جوه عشان تديني قرمشه برده، واحطها في الميه اطلعها بسرعه، يعني مسافه ما تحطيها تطلعيها على طول ما تستنيش، وتقلبيها في الدقيق تاني، وبعد كده تحطيها تتقلي كده في زيت يكون سخن. حطيت في الصينيه اهو زي ما انتم شايفين، عملت فيها دور وادي فاضل دور تاني، وخلاص على كده. طول ما انا بعمل السمك بنضف كده حواليا زي ما انتم شايفين، عشان لما اخلص كده تبقى الدنيا حواليا كويسه، ما يبقاش بقى فيه كركبه وفي بهدله والكلام ده. المهم بقى قلبته كده على الوش التاني، بطلعه بقى في مصفى علشان ابقى محافظه على القرمشه بتاعته، لكن لو طلعتيه بقى على مناديل مطبخ او ورق او كده هيضطر معاكي. بيطلع على مصفى وبينزل كل الزيت اللي فيه، وبيفضل مقرمش معايا وحلو. بصوا بقى هنا انا جيت طلعت السمك وصفيت شويه زيت كده من بتوع السمك، حطيتهم في الحله دي عشان احمر شويه رز. عملت بصلايه وسط، وحطيت بقى كركم كده وملح طبعا وفلفل، ورحت بقى ساقيه الرز، ولما اتشرب وطيت عليه لحد ما استوى، وغرفت الاكل بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. بس المقطع بتاع الرز ما جاش عشان طبعا انا مشغله الكشاف، وكنت مفكره ان التليفون بيصور وطلع مش بيصور، اتخدعت يعني عشان نور الكشاف وكده. يا دوب على بال ما خلصت لقيت النور جه. زي ما انتم شايفين العين بتاكل قبل البق، فانا بحب ان انا السمك من اكتر الاكلات اللي بحب اعملها بالطريقه دي. اكلاتي كلها بحب اغرفها كده يعني بشكل حلو. اولادي لو في حاجه ما بيحبوهاش ومش بياكلوها، الشكل ده بيخلوهم ياكلوه. فانا عندي ابني مش بيحب السمك، فما بيشوفه كده بيروح واكل منه. طبعا انا بقعد انضف له كده، وفي الاخر بقى اللي هو انا بقعد بقى مصمص بقى، عارفين انت بتقعدي تفصصي كده لاولادك وتاكليهم وتطلعي لهم كده اللحم وتشيلي منه الشوك وتاكليهم، وبعد كده تقعدي انت بقى تاكلي وتنقنقي مع نفسك. اهو انا كده اكيد في، يعني اكيد كلكم زي كده يعني، ما كانش معظمكم يعني. فالمهم بقى ايه، كلنا وخلصنا اكل. بدأت بقى ان انا اعين الاكل كده في علب عشان اعينه في التلاجة، الاكل اللي فاض اللي هو خلاص احنا مش هناكل منه تاني، يعني حتى لو بالليل مثلا هنيجي نتعشى او كده مش هناكل من الاكل ده تاني. فهعينه بقى كده في التلاجة. يعني عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي مش بحب احط حلل في التلاجة ابدا. اكل كده بفضيه في علب كده زي ما انتم شايفين وعينه. مثلا لو انا هاجي اكله تاني يوم ولا حاجه، بزود جنبه اي حاجه، ممكن احمر شويه بطاطس، اعمل منه اي حاجه، اعمل جنبه اي حاجه كده الاولاد بيحبوها تمشي يعني مع الاكل ده. واجي بقى السمك ده بسخنه كده في طاسه تيفال من غير زيت ومن غير اي حاجه. او ممكن برضو احطه في صينيه في الفرن، بيبقى طالع سخن وجميل ومفيهوش اي حاجه. وبسخن برضو الرز، وخلاص على كده. المهم بقى بصوا المواعين، بقى شويه مواعين محترمه، طبعا الحله بتاعه الرز والاطباق اللي كلنا فيها وكله. جبتهم بقى شلتهم كده من الحوض، حطيتهم كده على يميني زي ما انتم شايفين، وعلى الشمال كده حطيت الفوطه بتاعه المطبخ اللي انا هصفي عليها المواعين. ودي الزرقاء دي فوطه المطبخ، بحطها كده بدعك عليها الالومنيا، علشان الالومنيا لما بحطها وادعكها في الحوضه واغسلها في الحوض بتجرح معايا الحوض كده وتعمل فيه خطوط كده وتجرحه. وطبعا يعني بتبقى صعبة عليا بقى ان انا اطلعها بعد كده، فبحط الفوطة كده على الرخامة وابدأ ادعك عليها الالمونيا، وبدعكها بالسلكة. الالمونيا بستعمل معاها صابونة الصلايت، وهي دلوقتي ما بقتش موجودة في السوق، يعني كل ما اسأل عليها بقالي يجي شهرين، كل ما اسأل عليها يقولي مش موجودة مش موجودة. ما بقتش تنزل، فمش عارفة ليه الحقيقة، مع انها جميلة جدا جدا حلوة. بتلمع الالمونيا حلوة قوي وجميلة جدا للبشرة. اللي هي بقى ايه، يعني بعد ما بغسل مواعين بتخليني الصابونه الصلايت دي مش محتاجه اصلا ان انا احط مرطب على ايدي او حاجه، عشان الكيماوي اللي بيبقى في الفري بتاع المواعين. فالمهم رحت جايبه الصابونه العاديه اللي هي البلدي دي، عارفينها، هوريها لكم دلوقتي. الصابونه البلدي العاديه دي خالص. المهم ايه، جبت منها وبدعك بيها وحلوه وكل حاجه. بتلمع الالومنيا حلوه قوي، وهوريكم دلوقتي وانا بغسل بيها الحله والصينيه اللي انا قليت فيها. طبعا الزيت اللي بيفيض باخد منه حبه للرز بتاع السمك لو فيه كتير، بصفيه وبعينهم حبه في التلاجة في برطمان كده صغير، وببقى عارفه ان ده الزيت بتاع السمك. اما باجي اعمل سمك بعد كده بستخدمه فيه وانا بعمل الرز وانا بعمل السمك. وكمان بيبقى يعني لونه كويس معايا، مش محروق ولا اي حاجه. لو محروق طبعا برميه، ومش برميه في الحوض، برميه في الباسكت، علشان طبعا لو رميناه في الحوض ده غلط، وهيسد معانا مع الوقت على المدى الطويل، وهيعمل معانا مشكلة في الحوض.
فطبعا بس بتخلص منه في الباسكت بتاع القمامة اعزكم الله. المهم ان انا بدأت دلوقتي اغسل الكوبايات. غسلت كوباية الشاي، يعني غسلت الكوباية بتاعة المية، وببتدي بالمعالق وبعد كده السكاكين، وبعد كده بقى بغسل الاطباق و الحلل بقى والحاجات دي. عايزه اقول لكم في واحده قالت لي في كومنت كده، بتقول لي وانتي بتغسلي المواعين قسميها، وبتقول يعني خلي المعالق قسميها على الاسكار، خلي المعالق كده وانتي واقفه بتغسليها، المعالق اقعدي قولي الحمد لله الحمد لله، الاطباق اقعدي قولي طول ما انتي بتغسليها اقعدي قولي الله اكبر، الحلل وانتي بتغسليها مش عارفه قولي لا اله الا الله. يعني المهم نقسمها على الاسكار. فبصراحه فكره حلوه قوي قوي وعجبتني. عايزه اقول لكم ان انا اصلا طول ما انا بغسل مواعين بقعد استغفر ربنا وادعي ربنا، يعني طول ما انا بغسل مواعين بستغفر ربنا وبدعي ربنا، وربنا بيستجاب الدعوه، لان احنا نعتبر كده بنشتغل. بصوا الصينيه بتلمع وحلوه ازاي، شايفين منوره اهي. الصابونه اهي اللي بقول لكم عليها، اللي هي الصابونه البلدي دي، في ناس كتير قوي بتعملها. ممكن تجيبوا اي فيديو من على اليوتيوب، بيتعمل تقريبا بالزيت اللي هو اللي بترموه ده، بتحوشوه بتعملوا بيه. انا ما جربتوش قبل كده بصراحه. ففي كذا قناه عاملاه على اليوتيوب، فممكن تروحوا تشوفوا الفيديو وتعملوه، يعني لو حابين ان انتوا تعملوه في البيت. انا ما جربتوش بصراحه قبل كده، و يعني مش عارفه، لان انا مش بحب ان انا احوش الزيت، يعني اي شويه زيت صغيرين كده طب انا هحطهم في ازازه واركنهم عندي في المطبخ، انا مش بحب الكركبه. فانا مش بطلع زيت كتير، انا عشان اعمل صابون واحوشه زي ما هما بيعملوا كده ممكن اقعد لي 3 4 شهور او 5 شهور لما اعمل يعني نص كيلو زيت. فاهمين اللي هو انا مش بهدر زيت اصلا، ومش ان انا بعمل زيت كتير واحرقه بقى ويفيد معايا وعايزه بقى استغله بدل ما ارميه، لا مفيش الكلام ده. فالمهم بقى ان انا غسلت كل حاجه على الحوض كده زي ما انتم شايفين، وغسلت برضو الحوض كويس قوي، وهروح اغسل البوتاجاز وانضفه، وغسلت يعني بص كل حاجه على الحوض والبوتاجاز والحيطه اللي حوالين الحوض والحيطه اللي حوالين البوتاجاز. يوم السمك ده بغسلهم كويس جدا جدا جدا. بصوا الحيطه هتحسوا ان هي، بصوا على الحيطه كده هتحسوا ان هي مش بتلمع. بصوا انا يعني بيبقى مطرطش عليها برضو زيت من بتاع السمك، فبغسلها كويس قوي وانشفها. بصوا لمعت ازاي بجد، يعني النظافه حلوه جدا جدا جدا. تنضفي كده بعد ما تخلصي هتحسي براحه نفسيه كده، وتحسي يعني تخشي المطبخ نضيف بقى، ولا تحسي ولا تلاقي فيه ريحه زفاره، ولا كانك عملتي سمك اصلا. وبعد كده بقى ايه، بروح حاطه شويه دوني في قلب الحوض برضو، بيدي ريحه بقى حلوه كده طول اليوم كده. تخش المطبخ تلاقي ايه يعني في ريحه حلوه، تحس ان الحوض عامل زي المبخره كده بيطلع ريحه حلوه. المهم بقى شطبت كده زي ما انتم شايفين الحوض اهو، والمواعين هنا طبعا شويه كده هتصفى خالص واشيلها عنها مكانها. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، متنسوش تحطوا لايك للفيديو. عايزه اقول لكم بقى على حاجه كده بعملها في اخر اليوم بتاعي، بجيب طبق كده زي ما انتم شايفين واحط فيه حوالي كوبايه من الكلور الخام، وازود عليها ميه واحط بقى فيها كل الفوط اللي انا استعملتها في المطبخ. طبعا بعد ما بشطفها وبحطها كده لحد قبل ما باجي انام بروح غسلاها وشطفاها كويس قوي قوي بشويه رابسو، واروح نشرها. طبعا بقوم الصبح بتبقى نشفت معايا ونضيفه واتشمست وكل حاجه، وببتدي بيها ايه نضيفه كده. او طبعا بستعمل فوط تانية، انا عندي فوط كتير، والفوط دي برضو بشيلها واعينها في الدرج لما اجي استعملها تاني. عايزه بقى اقول لكم على حاجه، وانتوا بتغسلوا المواعين بجد استغفروا ربنا كتير قوي قوي، ادعوا ربنا بالحاجه اللي نفسكم فيها، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا وحبايبنا ربنا ينصرهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وما تنسوش طبعا المقاطعه اللي متفقين عليها، واسيبكم في رعايه الله واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.